ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده من جوكر اساسن. النهارده رجعنا لكم بحلقه جديده ورجعنا لملخصات الانمي ورجعنا بملخص الجزء الرابع بارت 1 من انمي الخراب والدمار واللي مصنف كلاس A في ترتيب الانميات وهو اتاك اون تايتنز او بالعربي هجوم العمالقه، واللي هنشوف فيه بقى محاربين جدد وشخصيات جديده وايه اللي حصل بعد خاتمه الجزء الثاني، وهل ايرين اخيرا عدى البحر وهل هيقدر ينتقم من الناس اللي كانوا في يوم من الايام سبب في موت امه ودمار حياته ودمار بيئته اللي عاش وتربى فيها طول حياته. وهنعرف في الجزء ده مصير شخصيات كتير اتعلقنا بيهم طول الاجزاء اللي فاتت وحبيناهم، وهنعرف بقى كان ايه سبب هجوم المارلي على الالديان لكن بشكل اوضح من الاجزاء اللي فاتت، وهنشوف بقى عمالقه جدد لم يتم ذكرهم في الثلاث مواسم اللي فاتوا، ومنهم عملاق اول مره نسمع عنه اللي هنعرفه باسم عملاق المطرقه الحربيه وعملاق الفك اللي كان مع يمير بس بشكل جديد وحامل جديد للعملاق. هنشوف مفاجآت ما كناش لا نتوقع ولا يخطر في بال اي حد فينا انها تحصل او يكون في التفكير الشيطاني ده. المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب تشجيعا ليا علشان اكمل في المحتوى. معاكم احمد سامي من قناه جوكر اساسن، ويلا بينا نبدا الفيديو. ليتس ستارت. بيبدأ الموسم الرابع بعد مرور 4 سنين كاملين من وصول ايرين واصدقائه من فيلق الاستكشاف، وشفنا ايرين وهو بيشاور للجنب التاني من البحر وبيقول ان في الجنب التاني من البحر في اعداء اخطر واشد من العمالقه. بنروح بقى المشهد بعد مرور فت اصولك هتموتني انا وعيلتي، انا ههرب منك انت وامك على قد ما اقدر، انتوا شياطين واولاد شياطين. ده عمل لراينر صدمه زعل كسرته. تخيل ابوك يعاملك بالطريقه دي ويهرب منك، لكن بيقف مع نفسه بيقرر يروح علشان يدمر الجزيره باللي فيها علشان هدفه بقى ان يبقى فخور بنفسه هو وامه. ونشوف راينر بيعنف اصحابه بيقول لهم احنا المحاربين، احنا لازم ندمر عالم الشياطين، لكن بيقطعوا مارسيل بيقول له انا اسف يا راينر، انا اللي عملت فيك كل ده، انا السبب في انك تمتلك المدرع، انا اللي عملت كل ده عشان احمي اخويا الصغير بوركو. ده خلى الصدمه على وش راينر وبنشوف عملاق طلع فجاه من تحت الارض كان هياكل راينر ولكن انقذه مارسيل واتاكل مكانه، وهرب وراح وراه بيرتولد واني. قالوا له احنا نرجع نلاقي العملاق اللي اكل الفك ونرجع بلدنا لان خساره قريبه ولا مكسب بعيد، لكن وقف لهم راينر وقال لهم لا احنا هنتابع المهمه. لكن اني اعترضت ورزعت راينر علقه موت لسه هتمشي، راح واقف على رجليه وضربها وضغط عليهم، وفعلا بيتحولوا لعمالقه وفعلا بيقدروا يدمروا السروز وبيختلطوا مع العدو الالدي لمده 5 سنين. ونشوفه هو بيساعد ايرين انه يبقى قوي بيقول له لازم تستمر في السعي قدما. ونلاقي اول ما الفلاش باك بيخلص بنلاقي راينر حاطط البندقيه في بقه وعاوز ينتحر، لكن في اخر لحظه بيلاقي الحيطه طالع منها صوت خبطه ايد، وبيلاقي فالكو عمال بيقول مش عارف انجح مش هعرف انجح، وده بيخلي راينر بيأجل فكره الانتحار. المهم فالكو في طريقه عدى على المستشفى ولقى الشخص اللي كان في طابور المصابين من الحرب اللي اتكلمت عنه في اول الفيديو، ونوهت ان كله يركز على الصوره دي، وبيناديه ويتكلم معاه وقال له انت محارب وعاوز تمتلك عملاق صح؟ قال له صح لكن انا مش قادر انجح. قال له انا مبسوط لانك مش عارف تنجح لانك ولد طيب وتستاهل حياه طويله. فضل يقول له ان الحياه دي هي اللي بترمينا للجحيم، اللي بيروح للجحيم ده هم اللي بيستمروا في السعي قدما. وبيطلع الشخص ده هو ايرين ييجر. يا نهار ابيض، يعني ايرين كده كان في الحرب واتصاب في الحرب كان بيساعد المارلي. احب اقول لك ايوه يا عزيزي هو ايرين العراب السائر، وبيدي فالكو رساله يوصلها لاهله، وبيعرف فالكو ان اسمه كروجر. وبتبدا خطه الحكومه والمحاربين فعلا بالتوجه لعائله تايبر، ويقابلوا كبير عائله تايبر ده ويلي تايبر الابن الاكبر لعائله تايبر وسياسي محنك ومخضرم في دوله المارلي. وراحوا له وطلبوا منه عن طريق القائد مغاس ان يعرف الناس حقيقه حرب العمالقه والناس محتاجه قائد حقيقي، وفعلا بيوافق ويلي تايبر وقال له ده اللي انا هعمله في المهرجان اللي هيتعمل خلال كام يوم. ونشوف ايرين قاعد مع فالكو بيقول له خلاص انا هرجع بلدي تاني بعد ما يخلص المهرجان. طيب ايرين بيقصد ايه وعاوز يعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه قريب جدا. ويقعد جنبه دكتور وبيقول له ان اسمه دكتور ييجر، وبيعرفه بتاريخ حياه عائله فالكو، وبيقول له كروجر اللي هو ايرين انك لو فعلا سليم ارجع لعيلتك تاني علشان ما تندمش. راح ردد عليه ايرين وقال له انت شكلك نادم علشان عيلتك. قال له انا نادم على ابني وبنتي اللي سبتهم خرجوا في يوم خارج الاسوار، وبنتي اللي اتقتلت وابني اتمسك واتنفى لجزيره البارادايس، انا اللي كنت بأس عليها علشان يتبع خطايا انه يبقى دكتور زيي. وبينهار الدكتور وبيدخل في نوبه صرع. بس ثواني ده ابو جريشا ييجر وجد ايرين. يا نهار ابيض يا جماعه، اسياما حاطط مفاجآت بالكيلو في الجزء ده. بنشوف بعدها ان في سياسيين مهمين جم علشان المهرجان العسكري الخاص بإلديا. المهم بنشوف فيلي تايبر بيجهز للمهرجان وبتزوره واحده من عائله الاوكيزو اللي هنعرف مين دي قدام لانها ليها دور مهم جدا في القصه، وتسلم عليه وبتعرفه انها مش هتقدر تحضر الاحتفال ولازم تمشي حالا. ونشوف في لحظه فالكو عرف راينر ان في شخص لازم راينر يشوفه لانه بيدعي انه صديق راينر. اول ما بيوصل للشخص ده بيعرف انه ايرين، واول ما راينر شافه اتصدم كأن صاعقه من السماء نزلت عليه. ايرين طلب منه انه يقعد وطلب من فالكو انه يفضل عشان يسمع الكلام اللي هيتقال. راينر في اللحظه دي سأل ايرين انت ايه اللي جابك هنا؟ ايرين رد عليه وقال له نفس اللي انت جيت عملته في بلدي بالظبط. وبدأ العرض وبدأ ويلي تايبر
بشرح تاريخ العمالقه انهم ابادوا جزء كبير من البشريه وحكموا العالم لمده 100 سنه. المهم كشف سر كبير ان اللي وقف حرب العمالقه العظمى مش هيليوس، واللي وقفها هو الملك كارل فريدز، واللي اتفق مع عائله تايبر انه يديهم عملاق من التسعه مقابل ان هياخد رعاياه ويروح بيهم لجزيره البارادايس، واذا تم شن على اي هجوم على الجزيره هيقوم باطلاق عمالقته بدك الارض. وطلب من السياسيين كلهم ان هم يعطوا له التفويض والقوه في الهجوم على الجزيره واباده اهلها وقتل ايرين ييجر اللي سرق قوه العملاق المؤسس. وفي نفس الوقت ده في جندي بدا بتفرقه المحاربين حبس بوركو وبيك في حفره علشان ما يقدروش يتحولوا، وكل ده تمهيدا لهجوم ايرين. وبيعرف فالكو ان ايرين ضحك عليه وساعده في توصيل الرسائل لاصدقائه، وبدا راينر بالتوسل لايرين انه يقتله ويرحمه من العذاب ده، لكن ايرين قال له احنا اتولدنا وده كان قدرنا، ما قدامناش حلول بديله، وانا زيك يا راينر، انا مش هسكت غير لما ادمر كل اعدائي. بيتحول في اللحظه دي وبيرفع السفير ويلي تايبر في الجو وبيلتهم، وبينتشر الرعب في المهرجان وبيبدا التدمير. واول ما بيشوف المجلس العسكري الخاص بالمارلي بينقض عليهم وبينزل دغدغه فيهم، وبيموت في الهجوم ده 2 من المحاربين الاربعه المرشحين لوراثه المدرع، واللي اسمهم زوفيا واودو، واللي تم دهسهم تحت الصخور ورجل الهاربين من الهجوم. وفي اللحظه دي بيظهر في حامل العملاق المطرقه الحربيه دي لارا تايبر اخت ويلي تايبر الصغيره، واللي ما كانش حد يعرف انها حامله العملاق وكانوا فاكرينها خادمه، وبتتحول في اللحظه دي للعملاق المطرقه. لكن ايرين بيهجم عليه قبل اكتمال التحول وبيفضل يضرب فيها، لكن حصل مفاجاه، بيقدر المطرقه الحربيه بهجوم مضاد يطلع عمود خرساني ويخترق المهاجم في بطنه، ونشوف فيك وبوركو بيتم انقاذهم عن طريق المساعدين للعملاق العربه. لكن في اللحظه دي اللي بيخرجوا فيها بيتفاجئوا ان فيلق الاستطلاع وصل للمعركه. ايوه زي ما سمعتم كده، الفيلق اخيرا ظهر، وبنشوف القوه الضاربه للمطرقه الحربيه واللي قدرت تثبت المهاجم في الارض، وبضربه واحده قدرت تقطع دماغ المهاجم. وفي اللحظه الاخيره اللي كانت هتخلص على ايرين اتدخلت الالياذه ميكاسا اكرمان وضربت عنق المطرقه بسهام الرعد ووقعته. وفي الجنب الثاني بدا الفيلق في هجومه على قوات المارلي، وبداوا بتدمير المباني وقتل الجنود وانتقاما للي حصل في الاجزاء اللي فاتت. لكن بتحصل مفاجاه وبيقوم المطرقه الحربيه تاني وبيهاجم تاني، بالرغم ان ميكاسا ضربت مؤخر عنقه بالكامل. لكن ايرين بيطلب من ميكاسا التدخل والهاء المطرقه، وفسر التحول اللي حصل، وعرف ان التحول بدا من الرجل للراس عكس تحول باقي العمالقه، وتحول وقدر يوصل للبلوره اللي فيها لارا وبيقطع الحبل اللي بيحرك المطرقه. وخلاص هو ده الوقت بتاع الانتقام والتهام المطرقه الحربيه. لكن ثواني، في مفاجاه، عملاق الفك وصل وانقض على رقبه المهاجم وكاد يقطع رقبته لولا تدخل معشوق البنات وعاشق النظافه القصير المكير ليفاي اكرمان، اللي اتدخل وقطع الفك الجزئين علشان ما يقدرش يعضه. هجم الفيلق على عملاق الفك بقياده ليفاي، خلاص هيخلصوا عليه لولا وصول عملاق العربه اللي كان مدرع ومعاه اسلحه رشاشه، وهي العدو الحقيقي لعده المنوره ثلاثيه الابعاد، وفعلا بتقدر تقتل عدد لا باس به من الجنود. وبيوصل كمان العملاق الوحش، كده العدد كمل يا صاحبي، هتبقى مجزره زي ما بيقول الكتاب. بيبدا الوحش بهجومه هو كمان، وبنلاقي راينر قدر ينقذ فالكو، لكن جرحه ما بيتشافاش لانه فعلا عاوز يموت وفقد الرغبه في الحياه. المهم بيبدا جنود الفيلق هجوم شامل، وبيبدا ظهور ارمن الشهير بعيوطه وهو راكب قارب شراعي، وقدر يدخل لقلب اسطول مارلي وبيتحول للعملاق المدمر بيدمر المينا باللي فيها. وتاني هجوم من جانب ليفاي اللي استغل انشغال الفك في الهجوم على المهاجم وضرب مؤخر عنق الوحش، ودخلت البت ساشا محبه البطاطس وضربت واحد من الجنود اللي بيساعدوا العملاق العربه، والجان بيضرب عين العربه وبيبدا هجوم كاسح بيودي بموت مساعدين العربه وتدمير العملاق. وده وصل العملاق الفك انه اتعصب وفعلا هاجم المهاجم، بدا يقطع ايده وكان هيشرح وشه لولا وجود الكريستاله بتاعت لارا تايبر اللي حشت الهجوم عنه. من هنا فهم ايرين ان دي قوه العملاق الفك، وانه يقدر يكسر اي كريستاله من كريستالات التعامله. وفي اللحظه دي وصل منطاد الهروب الخاص بالفيلق بقياده الدانشو هانجي زوي وارمن، واللي بيشوف المنطاد ده الفك وبيتهور وبيعمل 7 رجاله في بعض وبيروح على اساس انه يدمر المنطاد. لكن على مين يلا، ميكاسا بتتدخل وبتقطع رجليه وبيقع قدام المهاجم اللي بيقدم مشهد دموي بتقطيع دراعاته بشكل دموي غير ادمي. بيحط الكريستاله في بقه وبيبدا باستخدام الفك ككسار البندق علشان يقدر يلتهم المطرقه ويشرب السائل النخاعي بتاعها، وفعلا بيقدر يكسر الكريستاله ويلتهم السائل النخاعي بتاع المطرقه. بيكمل بقى على الفك كمان مهميغه بقى، لكن بصريخ وصياح غابي وفالكو اللي خلوا راينر يفوق ويتحول، لكن بياخد لكمه قويه من ايرين، لكن بينجح انه ياخد الفك من ايده قبل ما يلتهمه. المهم ميكاسا بتاخد ايرين للمنطاد، ويستقبل ايرين بقى العريف ليفاي اللي بيخبط ايرين بالرجل بالظبط زي الجزء الثاني، وده بسبب انه حط الفيلق في خطر علشان يحقق اهدافه وانتقامه. المهم غابي الخنزيره بتقدر توصل للمنطاد وتقتل القائد لوبوف وتستخدم العده بتاعه المناوره عشان تركب المنطاد، لكن بيلحقها فالكو وبتوصل وتصوب بندقيتها والطلقه بتصيب ساشا.
ايوه الحقيره قتلت ساشا. فضلت تقول انها هتقتل ايرين، لكن جان قال لها هدخلك عنده وعاوزك تعرفيه البقين دول. اول لما بيدخلوا على ايرين بيعرف انهم ضربوا ساشا بالنار، لكن هنا بتكون المفاجاه، بيلاقوا زيك حي في المنطاد وبيعرفوا انه خان مارلي. يا نهار ابيض يا جدعان، بيطلع كل ده خطه ما بين ايرين وزيك ييغر علشان يقدروا يعملوا خطه لارجاع هيبه الالديان مره تانية. لكن بيدخل كوني بالخبر الحزين اللي انا شخصيا يومها عيطت، وهو خبر موت ساشا. ونشوف ايرين متعصب وغضبان وحاسس بالذنب انه السبب في موت ساشا، لانه هو اللي اقحمها في المعركه الشرسه دي. المهم بيرجع الفايلق للجزيره وبنشوف ارمين قاعد بيتكلم مع اني اللي حابسه نفسها في الكريستاله، وبدا يحكي لها عن ان الفايلق اتمكن من سفينتين استطلاع تابعين للمارلي، وده بمساعده المهاجم ايرين ييغر. وهيلينا اللي كانت من اتباع زيك اللي كانت بتنفذ خطته خانت جيش المارلي وقتلت قائد الاسطول وانضمت للفايلق. تطلع هيلينا دي هي الجندي اللي حبس بيك وبوركو وقت الهجوم ايرين على المهرجان. المهم هيلينا قعدت مع هانجي المجنونه والمكير القصير ليفاي، ابتدت تمدهم بنماذج اسلحه اساسيه بيستخدمها جيش المارلي، عرفتهم عدد جنود المشاة والاسطول البحري والجوي، وعرفت هانجي انهم مش قادرين يهاجموا البارادايس حاليا بسبب العمالقه الغير واعيين. عرفوا هانجي انهم خانوا جيش مارلي لانهم سكان الاراضي الاصليه اللي احتلتها مارلي، وتم تجنيدهم اجباري لخدمه مارلي. وقدمت هيلين ورقه فيها طلبات زيك عشان يتدخل لانقاذ الالديان المهددين بالاباده، لكن المجلس بقياده هيستوريا اعترض منه افراد من الجيش الالدي على ان زيك هو العملاق الوحش اللي حول قريه باكملها قريه رغاق اللي كان فيها ابو وام واخوات كوني. لا وكمان بيحط مطالب، لا كده كتير قوي. لكن استمرت هانجي في قرايه الطلبات وقالت ان زيك عنده خطه سريه هتحل مشاكل إلديا، لكن عشان تتعمل الخطه لازم وجود المؤسس وعملاق من دماء ملكيه لتحقيق الخطه دي. ويفهم فعلا ايرين المؤسس فعلا بتشتغل لما هو لمس عملاق دماء ملكيه، واللي كانت داينا فريدز مرات ابوه الاولى واللي فعلت قوته في التحكم في العمالقه، وفهم ان كده لازم اجتماع الشرطين دول لاتمام الخطه. المهم بس علشان ما نتوهش من بعض، كل ده ارمين بيحكيه، يعني الكلام ده من 4 سنين قبل هجوم ايرين على مارلي. المهم بدا الجنود اللي اتمسكوا بمساعده الفايلق في بادئ الامر بالاجبار، لكن مع الوقت اتفاهموا مع بعض وبقوا بيساعدوا بعض. وظهر واحد اسمه نيكولو، واحد من اسطول مارلي وكان بارع في الطبخ، وساشا حبته وحبت اكله جدا وقرب من ساشا وبدا يحبها. وبنشوف ميكاسا بعد الاحداث دي بقى، وبعد ما راحوا للجزيره قاعده عند قبر ساشا، وبتلاقي نيكولو بيدي تحيه الوداع لساشا. وخلي بالكم لان نيكولو ده له دور مهم جدا قدام. المهم بقى بنشوف ليفاي اخد زيك لغابه فيها اشجار ضخمه علشان زيك ما يقدرش يهرب، ونشوف الفايلق فعلا حبس ايرين في زنزانه علشان يحاكموه على هجومه اللي اقحم فيه الفايلق. المهم ايرين بيحصل معاه فلاش باك وبيوضح بقى مين كيومي اوزومابيتو اللي ظهرت وقت مهرجان مارلي وسلمت على ويلي تايبر ومشى، واللي طلعت من عيله الاكرمان وطلعت قريبه ميكاسا. المهم بقى وضحت كيومي انها قعدت مع زيك واتفقوا في اتفاق سري ان دوله كيومي هتساعد الالديان في تطوير الاسلحه بلس الدك اللي هيساعد في الحرب ضد مارلي، وان بارادايس لازم تحافظ على العملاق الوحش والمؤسس لاطول وقت ممكن، ويتم توريث الوحش المالك ليه دم ملكي، والمالك يكون انثى وتخلف عدد كبير من الورثه. وفي اللحظه دي وافقت هيستوريا على وراثه الوحش، لكن ايرين اعترض لانه بالوضع ده هيعرض هيستوريا للخطر والعالم باللي فيه هيبقى في خطر. المهم بقى بنروح للخنزيره غابي وفالكو اللي بتقدر تمثل انها في نوبه صرع وخلت الحارس يدخل وتقتله، وبيهربوا وبيقابلوا بنت واللي بتعرض عليهم انهم يروحوا معاها بيتها علشان ياكلوا ويقعدوا مع عيلتها. فعلا بيروحوا وفالكو بيكذب على الاب وبيقول له انه اسمه بين وغابي اخته، وهم هربانين من البيت وعاوزين يقعدوا معاهم فتره صغيره. فعلا الاب بيرحب بيهم وبيقدم لهم الاكل، لكن غابي بتتصرف بعداوه لكن بتتحكم في اعصابها. وبيظهر بقى تيم جديد بقياده فلوك واللي بيسعوا لتحرير ايرين من حبسه، لكن هانجي عاقبتهم على عصيانهم وانهم سربوا معلومات عن ايرين. ونشوف فالكو وغابي وهم قاعدين مع كايا اللي عرفتهم بحادث اكل امها على ايد عملاق، عرفتهم ان في بنت هي اللي اتدخلت وانقذت كايا. عرفت غابي وفالكو انهم معزومين في مطعم بيشتغل فيه مارليين، دي فرصه ممكن يقدروا يرجعوا بيها لدولتهم تاني. المهم بنرجع لايرين والشعب الإلدي اللي بدا في التظاهر ضد الجيش بيطالبوا بخروج ايرين من الحبس. المهم بيطلب ميكاسا وارمين مقابله ايرين، لكن زاكري وزير الدفاع بيرفض لان ايرين مش معروف نواياه بعد دلوقتي، مشاهم من المكتب. لكن وارمين وميكاسا في طريقهم للخروج لقوا افراد من الشرطه العسكريه داخلين عليه وشكوا فيهم، وفعلا شكهم جه في محله وتم تفجير غرفه وزير الدفاع ده للزاكري، وناتج الانفجار ده اتقتل الوزير وبقى جثه مفتته، وده شجع المعارضين على الهجوم. وفي جانب اخر ارمين وميكاسا كانوا بيعرفوا هانجي بالاخبار وباللي حصل من المنشقين من الفايلق ومنضمين لايرين، وبتوصل الاخبار بهروب ايرين من زنزانته مع الجنود المتمردين، ويقابل ايرين فلوك والمتمردين وبيتحركوا علشان يقابلوا زيك. المهم بنروح بقى لليفاي وزيك في الوقت ده حكى ازاي حاول قريه روكوكو اللي كان فيها عائله كوني العمالقه، وانه استخدم هو وجيش مارلي غاز بيحتوي على سائله النخاعي واللي فعلا بيحول اي حد من الالديان انه يتجمد في مكانه، وانه استخدم قوه المسارات اللي بيمتلكها عملاقه في صرخته وحولهم كلهم لعمالقه، واللي ساعدهم زيك في هجومه على الفايلق واللي ادى الى موت معظم الفايلق بما فيهم الدانشو ايروين سميث. المهم وصل لليفاي خبر ان ايرين والمتمردين قدروا يهربوا وهم في طريقهم لمقابله زيك. المهم بقى بننتقل لفالكو وغابي اللي راحوا في الدعوه لنيكولو
ونيكولو وجهها لابو ساشا في المطعم بتاعه، وكان الهدف من حضور فالكو وغابي انهم يعرفوا نيكولو انهم مارليين وعاوزين يرجعوا بلدهم. المهم وقت وجود عيله ساشا في المطعم حضر فايلق الاستطلاع علشان يسالوا نيكولو عن امر يلينا وزيك. لما دخلهم راح جان على زجاجه الخمره اللي بتعتبر من اجود الانواع، لكن نيكولو اخذ منه الازازه وقال له دي للظباط والاكبر رتبه، وعنفه وخد منه الازازه. ولما نزل للقاب وغابي وفالكو استغلوا الفرصه ونزلوا وراه، عرفوه انهم من مارلي وانهم جم للجزيره عن طريق المنطاد اللي كان راجع للجزيره بعد الهجوم على ليبيريو. وغابي عرفته انها هي اللي قتلت ساشا، لكن حصل غير المتوقع، حاجه محدش يصدقها. نيكولو كان هيقتل غابي لكن فالكو بعدها وخد الضربه مكانها، وانهار نيكولو ضرب غابي واخدها لفوق، لكن استغرب ابو ساشا وامها من اللي بيحصل. لكن نيكولو بيكشف لهم المفاجاه ويعرفهم ان دي اللي قتلت بنتهم، دي اللي قتلت ساشا. بيدخل الغرفه الفايلق ونيكولو منهار وبيعرفوا ان محدش يتدخل لانه هينتقم لساشا، وبيظهر اكتر انه فعلا حب ساشا رغم انها كانت سليله الشياطين، لكنه حبها اكتر من اي شخص قابله في حياته. انقذته من الحرب المميته اللي كانت حاصله ما بين البلدين. وفي اللحظه دي طلب ابو ساشا السكين. شكلها فعلا جت اللحظه اللي هيتم الاخذ بطار ساشا، لكن السيد بلاوس ابو ساشا بيتكلم بعقلانيه وبيقول ساشا شهيده واجب، وده كان متوقع، وان العالم ده غابه لابد من قاتل ومقتول. الصدمه عمت على المكان، الصمت خيم على الموقف من هدوء وثبات السيد بلاوس. لكن في اللحظه دي كايا كادت تقتل غابي لانها يعتبر قتلت اختها، لكن ميكاسا بتنقذها، وارمين وميكاسا بياخدوها للغرفه المجاوره. ونيكولو بيعرف الفايلق ان النبيذ ده بيحتوي على السائل النخاعي لزيك، وهو ما رضاش يخلي جان يشرب منه هو واصحابه لانه خاف عليهم. وعرفوا ان النبيذ ده داخل باوامر من إلينا وزيك، وجات اوامر لنيكولو ان يشربوا لنخبه الجيش والقاده. بيعرفوا انه من 10 سنين مارلي بادت عاصمه دوله معديه بالطريقه دي، وتحول اهالي العاصمه دي لعمالقه، وده بيوضح اكتر نوايا زيك وهيلينا. وايرين في اللحظه دي بيدخل على ميكاسا وارمين وجابي واللي بيهددهم بجرح وايده اللي كان ممكن يتحول في اي لحظه، وبيبدا يقول لميكاسا انها عاده وانه بيكرهها ونفس الكلام ده لارمين. لكن الحقيقه عكس كل ده، لان ايرين عمل كل ده عشان يبعدهم عن الدمار اللي على الابواب، لانه خايف عليهم. وارمين بيهجم عليه وبيضربه، لكن بيضرب ارمين وبياخد ميكاسا وهانجي وباقي الفايلق عشان يعرفوه مكان زيك. وفي اللحظه دي بنتفاجئ ان ليفاي بيخطط انه يطعم زيك لاي حد ممكن يتحول لعملاق علشان يبوظ خطه زيك. لكن زيك في اللحظه دي بيتحرك ويجري ويصرخ صرخه، واللي بتحول كل جنود الفايلق لعمالقه ما عدا ليفاي، وطلع نتيجه لشرب الفايلق من النبيذ اللي كان بيحتوي على السائل النخاعي بتاع زيك. المهم بقى ليفاي بيشوف اصحابه اتحولوا لعمالقه وعاوزين ياكلوه، بيلاقي انه مفيش حل غير انه يقتلهم كلهم. وزيك بقى في طريقه باستخدام 3 من اللي اتحولوا لعمالقه انه يخرج من الغابه، وكان فاكر ان الموضوع كده انتهى. لكن لا، ليفاي بيقدر يقتل اللي اتحولوا، وبيقدر يقتل 2 من العمالقه اللي مع زيك. وزيك في اللحظه دي خرج من ملته وتحول للوحش، وبدا بقى يحدف ليفاي بالعملاق اللي ماسكه فرفته، وبقى يستخدم اشلاءه في حتف ليفاي. لكن ليفاي قدر يخدعه ويفادي هجماته، وضرب زيك باسهم الرعد اللي خرجته من العملاق الوحش سايح وبينزف، واخدوا ليفاي واثروا ومشى. ونشوف في الجانب الاخر وصل فلوك لموقع المجندين، وهدد كيس شادس لازم يخضع لاوامر اليغاريين، وفي بعض الجنود انضم لفلوك ورزعوا المعلم كيس علقه محترمه وحبسوه. بنشوف ليفاي قاعد مع زيك وبدا يقطع رجليه وبيعذبه علشان ما يقدرش يتحول لعملاق تاني، وبيغمى على زيك. واللي بيحصل فلاش باك بقى، واللي بتشبه حلقات اوفا كده، واللي بتعرفنا على المعجزه زيك ييجر، واللي اتولد لام من دماء ملكيه داينا فريدز وغريشها ييجر، واللي بداوا يدربوا زيك في الجيش علشان يبقى محارب ويحصل على قوه احد العمالقه علشان بالقوه دي يقدروا يحرروا الالديان المضطهدين. لكن زيك كان يعتبر في الوقت ده اضعف واحد في مجموعته، غير كده كمان ما كانش حاسس بحنان ابوه وامه عليه، كان حاسس انهم بيستخدموه كآلة لتحقيق اهدافهم. وفي يوم بعد ما خد الدش تمام من مغاث، قابل حامل عملاق الوحش واللي عرفه باسمه، وان اسمه توم اكزافا، وبدا يتعلق بزيك وبقى اصحاب. المهم زيك في يوم لما روح سمع ابوه وامه وواحد من اصدقاء والده بيتكلموا على خطه الانقلاب على مارلي، وان خطتهم هتفشل لو زيك سقط. وفضل جريشا وداينا في تعنيف زيك، وده عمل على ان زيك كره ابوه وامه، وراح حكى لتوم اكزافا بسر ابويه، واللي قال لزيك اوشي بيهم، دول ما حبوكش، انت مجرد اداه لتحقيق اهداف، لو ما عملتش كده كلكم هتروحوا المنفى وهيتم تحويلكم لعمالقه. وفعلا زيك بيعرف الحكومه بمخطط ابوه وامه، بيتمسكوا وبيعدي 13 سنه، ونشوف زيك لسه بيلعب الكره مع اكزافا، واللي بيعرف زيك ان كان عنده عيله، لكن مراته لما عرفت انه إلدي وهي من المارلي قتلت نفسها وهي وابنها، وهو قرر انه يبقى محارب علشان لما يموت موته بشعه، ايوه هي انه يتاكل. واللي بيعرف زيك بخطه القتل الرحيم، واللي ما بتتنفذش غير لو زيك قابل المؤسس ولمسه، وبكده بيفعل قوه المؤسس، وانه يتحكم في كل الالديان ويموتهم كلهم. وده بيعني ان الالديان هيتخلصوا من الاضطهاد، والعالم هيتخلص من خوف العمالقه، وده من وجهه نظر زيك. وفعلا زيك بيحصل على عملاق الوحش، وبيروح في مهمه استرجاع المؤسس زي ما شفنا في ملخصين الجزء الثالث، وفعلا بيحط الخطه، وفعلا ايرين بيروح له بيتفقوا على تنفيذ الخطه، وكل ده كان قبل الهجوم على ليبيريو. المهم بنروح للوقت الحالي، وبنلاقي زيك اخيرا زهق من حياته وفك فتيل سهم الرعد وفجر نفسه معاه ليفاي، وبنشوفه بعدها عباره عن نص بني ادم وبيموت خلاص. لكن بيجي عملاقه اللي بيفتح بطنه بيحط زيك جواها وبيمشي.
ايه اللي هيحصل احب اقول لك يا عزيزي الله اعلم. المهم بيتم الامساك بالفيلق كله بالحبايب وزجهم في الحبس، وإلينا بتدخل لهم وبتقول لهم عن خطه القتل الرحيم بتاعت زيك. المهم من الجانب الاخر بيك بتقدر توصل لايرين وغابي عن طريق التسلل كاحد افراد الفيلق المنشقين، وبتعمل ديل مع ايرين انها تخون مارلي وهتعرفه بالدخلاء اللي عاوزين يموتوه. بيقبل ايرين وبيتحرك معاها. ومن الجانب الثاني إلينا شرحت ايه هو القتل الرحيم، وهو استخدام قوه المؤسس بانهم يخلوا سكان الالديان كلهم عقم ما يخلفوش تاني، وبعد 100 سنه هيتم محو الالديان من الوجود. بيجي العيوطه ارمن معيط ويقول لها انه اتاثر بكلامها، لكن في اللحظه دي بيجي اخبار لإلينا انها لازم تتحرك وتروح لايرين لان في دخلاء، وفعلا بيروحوا للسطح زي ما طلبت بيك وسالها فين اماكن العدو. وفي اللحظه دي بتحصل الصدمه وتطلع بيك ما خانتش مارلي ولا حاجه، كل ده خطه وبوركو كان موجود هو كمان، وتحول بعدها وكاد يلتهم ايرين لكن اخطا الهدف، وايرين اتحول بعدها. تظهر مناطيد المارلي وفيها راينر وماجاس وتيم كبير جدا من جنود المارلي، وينتهي المشهد ده بجمله ايرين وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وده الفيسبوك اكونت بتاعي اعملوا لي فولو. كان معكم احمد سامي واشوفكم في فيديو جديد. سلام.